سريع بس ارد على بعض الاسئله اللي جاتني امبارح عن الخلطه بتاعت التربه اللي بستخدمها لبدايه البذور. انا بستخدم بديل للتربه بيت ماف. وفي تاني في ممكن الناس تستخدم كوكا فور اللي هو حاجه نوع بتاع تربه معمول من، او بديل للتربه معمول من القشر بتاع الكوكونات، الشعر بتاع الكوكونات. بدل ما يرموه اكتشفوا انه في طريقه ممكن يخلطوه ويعملوه مور كامباكتد والناس تستخدمه للزراعه. فدي الحاجتين يعني اللي ممكن الزول يستخدمون كبديل للتربه. فانا بستخدم البديل ده بس لبدايه البذور يعني. انا بعمل خلطه زي ما شايفين دي عملتها اللي هي اول امبارح اول امبارح. خلطه بتاعت بيت ماس، بعمل حوالي 70% من البيت ماس ده. بعدها بضيف حاجه اسمها بيرلايت، هي بس بتساعد على التهوية، بتخلي التربة تكون خفيفة. فده هو البيرلايت. فبضيف حوالي مثلا 15% بيرلايت، وبعد ذاك بضيف الفيرميكولايت. ودول كلهم متوفرات في هوم ديبو ووالمارت، بتلاقي مشاتل بتلاقي فيها. فديس از فيرميكولايت بيحتفظ بالرطوبة. فعشان كده انا بخلط ديل. السبب اني انا بستخدم يعني النوع ده لانه انا ببدا البذور جوا في الداخل، فعايزه حاجه تكون ما تعمل مولد، ما تعمل بكتيريا او طحالب. فمثلا لو استخدمتها بس تربه عاديه من الارض بيكون فيها امراض، احتمال تنقل لي حاجات جوا تعمل فطريات. فعشان كده انا بكون بستخدم البديل ده وبستخدم ديل بدل ما استخدم التربه. لكن لو كان مثلا عندي بيت محمي برا كنت بستخدم ممكن تربه عاديه، تربه سطحيه مع شويه رمله، بعمل خلطه زي دي وممكن ابدا بيها البذور عادي يعني. الحاجه الثانيه بستخدم الديل السيلز دي عشان ازرع فيها. فدي بربي متوفره برضو في كل المحلات يعني، او ممكن الزول يلقاها اونلاين. فبس دي بتديني مثلا مساحه اكبر. فاس الزهور هسه هنا بديت كلهم زهور بديتهم في الاكواب دي. فاول ما تبقى شكل صغيره كده يعني بعد ذاك ممكن انقلها برا. الحاجه الثانيه برضو ممكن تعملها اللي هي الاكواب دي. عندي تو سايزز مقاسين. فاحيانا بستخدم المقاس الصغير ده مثلا لما نبدا الشتاء بتاعت الفلفليه، الطماطم، الحاجات زي دي يعني الخضروات زي دي بكون بديها في الكبابه دي عشان تديني مساحه. فبملى البتاع ده يعني الحوض الصغير بتاع البلاستيك ده. وديل انا اشتريتهم من وول مارت، لكن برضه ممكن يتلاقن. ديل اكشن ممكن يتلاقن هنا الناس في الولايات المتحده في الدولار تري بيتلاقن. لو ما لقيتهم في الدولار تري اونلاين في امازون تيمو، حتى تيك توك شوب فيه اكشلي ممكن تلاقوا ديل باحجام مختلفه. فبعد ذاك لما يكبر شديد، لو كبر شديد على الكبابه دي بقوم بحوله. يعني لو كبرت بسرعه شديده بقوم بحوله في الكبابه دي عشان تديه التربه زياده ومساحه اكبر منه. فبس دي الحاجات اللي بستخدمها. زي ما قلت لكم ديل ممكن برضه ديل انا اشتريها من وول مارت، لكن ممكن تلاقي في الدولار تري. دي بس قويه شويه احسن من حاجات الدولار تري. حاجات الدولار تري كانوا عندي كنت اشتريهم السنه اللي فاتت، كانوا يعني ما سترونج شديد، لكن دي كويسات يعني ممكن استخدمها من كام سيزون يعني. فبس فدي الفكره هنا. في ناس بيغطوهم، انا عاده بس بغطيهم من اليومين الاوائل بالكيس بتاع البلاستيك وبعدك بشيله يعني ما بخليهم مغطيات غلطان. فبس دي الحاجات اللي انا بستخدمها لبدايه البذور. بعدك التربه اللي بستخدمها في الاحواض بتختلف، اللي هي انا بخلط عاده كومبوست او الروث بتاع البقر بتاع الحيوانات. بستخدم توب سويل اللي هي التربه السطحيه، وبستخدم بعمل الخلطه دي يعني مع رمله، بستخدم رمله. فعاده بعمل الخلطه بتاع التلت احيانا بعمل 40% 30% يعني على حسب نوع التربه. مرات لما اقوم اشتري كومبوست، انا بشتري من الناس اللي هنا في تكساس، بشتري من شركه اسمها ليفينج ايرث، عندهم مواقع كثيره يعني هنا حول تكساس. فممكن ازور اشوف اقرب واحد منهم واشتروا مني يعني. بحب اشتري منهم، لكن لو ما موجود ما مشكله ممكن اشتري من هوم ديبو. عندهم بلاك كومن نور اللي هو باك كده لونه اصفر، فده يعتبر احسن نوع. لكن بصراحه انا بستمتع بشتريه وبكون بحس انه فعلا يعني هو كلمه الخشب اللي فيه ما كثيره. مرات بشتريه وبلقى فيه كلمه الخشب اللي خلطينها فيه كثيره شديد. فعشان كده مرات بعدل النسب اللي انا بخلط فيها. وغير كده تاني بعدك بقوم بضيف في الطبقه الفوق يعني دي في الاحواض بخلط زي ما قلت لكم الكومبوست اللي هو الروث مع تربه سطحيه مع رمله. وبعدك بعمل الطبقه فوق بالفضلات بتاعت الديدان اللي هو ورم كاستنج. واحيانا عندي ارنب ده برضه السبب انه بتديني اضافه برضه كومبوست. فهسه انا عندي اكشلي كثير من الفضلات بتاعت الارنب بتاعتي خدتها في جرادي. فلما نبدا ان شاء الله شهر 3 الموسم بتاع الزراعه وصل لي اكشلي صعب عندنا مطر فلما ابدا الموسم بتاع الزراعه باخذ طبقه فوق سطحيه في كل الاخوات بتاعتي زي ما ازرع. وبعدك الورم كاستنج
وبعد ذاك تاني التسميد على حسب يعني بيعتمد اكشلي التسميد للنباتات اللي بتكون قايمه في الاحواض versus التسميد للنباتات اللي بتكون في الارض. فاحيانا في ناس الارض بتاعتهم خصبه يعني ما بيحتاجوا يسمدوا كتير، لكن عاده في الزراعه في الاحواض لانها تربه انا خلطاها وبعد ذاك بكثره السقايه والامطار احيانا بتنزل all this nutrients it leaches out. فعشان كده بقوم بستخدم سماد طبيعي. انا مشيت اكشلي هوم ديبو الليله زي الكيس بتاع هوم ديبو فعندهم تخفيض على الاسمده دي، الاسمده الطبيعيه عندهم تخفيض اكشلي اكثر من 70% تقريبا حاليا. فدار اشتري، انا اشتريت 6 اكياس اكشلي. and then the ratio is like 255 اللي هي نيتروجين فوسفورس بتاعته. فهم حاطينهم في التخفيض ده لشنو؟ لانه مدته انتهت، فده مدته انتهت لها شهرين، لكن ما فرقت ليه؟ لانه اساسا هو يعني المواد المعموله منها عاده بتكون بودره بتاعت عظام، بودره بتاعت فيذر، لكن الشركات they have to put an end date, right? They have to put an expiration date. لكن ما فرقت بالنسبه لنا. وحتى الاستيرادات هم لسه بيبيعوها ليه؟ لانه عارفين انها مدتهم انتهت. لقيت ديل يعني سعرهم كويس، فاوز لك لازم انا حاستخدمه اني خلال الشهر الجاي. لان انا عايزه اسمد. عندي البصل، عنده 5 أو 6 أحواض، 6 أحواض اكشلي مزروعه فيهم حاجات هسه عايزاها تسميد، خضروات ورقيه يعني مع البصل. برضه البصل محتاج تسميد كتير. انا خليك كده رديت على كل الاسئله. لو في سؤال ثاني وروني وما عندي مشكله ارد عليكم في اي سؤال. فانا هوريكم النوع بتاع الضوء اللي عندي جوا. زي ما قلت لكم الناس اللي جوها معتدل يعني درجه الحراره عندهم حوالي 70، يعني حتى بالليل ما بتنزل اكتر من like 60 55 حاجه زي دي كده فهرنهايت طبعا، او الناس عملوا لها كونفرجن بالمئوي سلسيوس. فاذا درجه الحراره ما بتنزل يعني زينا هنا، ممكن الزول يزرع برا يعني، ممكن بس اغطيهم ببلاستيكه ويعمل لهم دوم، يعني يعمل لهم حاجه كده زي بسموه يعني يعمل لهم حاجه غطاء بمشمع من فوق، ممكن يزرع تحتها يعني ما مشكله. او ممكن البيوت المحميه دي في وحدات صغار، في ميني جرين هاوس ممكن الزول يشتريه ويزرع فيه، متوفر هنا يعني كل المحلات برضه ممكن الزول يشتريه. لكن انا لقيت انه اسهل لي بس انه ازرع تحت الضوء. فدي الطريقه بتاعت الزراعه تحت الضوء لحد ما الدنيا تدفى عندنا، اللي هو يجينا الربيع في منتصف لنهايات شهر 3 غالبا، وبعدها بنقل الشتاء اللي جوا. بس انا هوريكم النوع بتاع الضوء بتاع الزراعه اللي عندي. لو زول عايز يشتري هوريكم الانواع اللي عندي وممكن تشتروا مني. السيت اب بتاعي بتاع الجرو لايت عندي 3 انواع اكشلي بتاعت جرو لايت او الضوء بتاع الزراعه. ده I think this is Bipar. كنت احسن نوع and you can adjust. الكويس فيه انه الزول ممكن يدجست الانتنسيتي بتاعت الضوء على حاجه. I think I have it at 50% right now. عندي النوع ده وعندي تاني نوع تاني. this one is a shop light. هحط لكم اللينك بتاعته في والمارت في امازون. ده ارخص شويه. this is a top of the line light. يعني عندي نتيجه كويسه يعني بالزراعه بالضوء التاني ده. هحط لكم الصوره بتاعته. ده بصراحه اشتريته من والمارت. I don't recommend انه زول يشتريه يعني ما كان كويس خالص. فالنوعين دول احسن وحدات. فبس بعدك عندي مروحة بشغلها عشان بس تحرك الهواء وتمنع الناتس وتمنع المولد. I don't know mold بالعربي شنو. I don't know. المهم طحالب يعني maybe I think that's what it is. فبشغل المروحة برضه عشان تساعد النباتات تتعود على الجو الخارجي. مرة تكون في هواء في الخارج فبتديهم بتخلي السيجان قوية انه like you know they're gonna get used to that movement. فبس دي الفكرة هنا. على حاجة تانية غير كده عندي ساعة or timer. بشغلهم حوالي I think السيت اب حاليا ل 14 ساعة اون. الكويسة فيها انه فيها 3 بلاجز يعني لللايت. فهحط لكم اللينك ده برضو لو زول عايز يشتريها. الحاجة الثانية بس الشلف دي كان اشتريتها I don't know I had this one for years. دي عندي لها سنين طويلة ما بتذكر. احتمال Walmart maybe I don't remember. لكن بتلاقي في أي مكان يعني. ممكن الزول يشتريها أونلاين أو maybe Home Depot احتمال تكون عندهم في الستور. أنا عندي فكرة في المستقبل إنه هو actually كمان السنة اللي فاتت كان عندي الفكرة دي إنه أعمل grow tent اللي هو في حاجة كده كبيرة بتاعت زراعة. عايزة أشتريها ولكن لازم يكون فيها exhaust اللي هو بيطلع الرطوبة والهواء. the bigger setup لكنه عايزة أحطه في الجراج. عايزة أحول داسة في المكتب بتاعي. في الفيوتشرز حاليا خدت الملاية دي عشان أمنع الكنيسة بتاعتي لأنها جنة تلعب بيهم وتاكل الخضار بتاعي. فبس that's the whole idea. بالنسبة للكهرباء ما شفت فرق كبير يعني في البيل بتاعتنا بتاع تحت الكهرباء يعني في الفاتورة. they're very efficient. I think this is 200 watt maybe I think if I remember.
حاول اشوفها لكم بعدين. لكن ما شفت فرق كبير يعني بصراحة في الاستهلاك بتاع الكهرباء في الفاتورة بتاعنا. فبس عندي هنا بعض البذور. I need to organize this a little better. وعندي دي chart كانت رسالت لي، اشتريت بذور كان من واحدة. So she sent me this grow chart. It has like the ideal temperature for germination اللي هي درجات الحرارة المناسبة للبذور عشان تقوم. So I keep that here as a reference. فبس فتاني غير كده شنو I'm trying to remember what else did I not cover. البذور بشتريها من وين؟ معظم البذور الحاجات العامة يعني مثلا زي الزهور والحاجات المتوفرة يعني هنا دي بشتريها من والمارت، هوم ديبو أو لوز. في بذور مثلا في حاجات معينة مثلا تكون ما متوفرة. هسه حاليا أنا عايزة السنة دي عايزة أزرع نوع بتاع طماطم يكون غزل، ما عايزة أزرع الطويلة لأنه بتاخد مساحة كبيرة وما عندي مساحة ولا أعلقها وأنا كيب كليبين. فالسنة دي عايزة أزرع أنواع غزم. فهسه طلبتها أونلاين، لقيتها طلبتها من إتسي. So it's another person that is just growing it. لكن معظم الأوقات بس بشتري من والمارت، هوم ديبو، لوز. Sometimes I order from this company. أحيانا بطلب من الكمباني دي اسمها M.I. Gardner. عنده يوتيوب شانل برضه كويسة شديد. أحيانا بطلب منهم بذور وأحيانا بشتري من True Leaf Market. فمثلا زي البذور بتاعت الملوخية دي برضه اشتريتها كان الأول، لكن لسه بقيت بحسب الملوخية بتاعتي براي يعني. I never have to buy تاني غالبا للأبد ما هشتري بذور بتاعت ملوخية أو خضرة. دي اكشن اشتريته من الدولار ستور كيل ونجح معايا يعني. ما حتى الناس ممكن يشوفوا الدولار ستور بيكون هنا موجود. التبشي هو اللي طلبته من كمباني اسمها The Cucumber Shop. فزول لو عايزين ناس بذور بتاع التبش that's where you'll find it. that's it I think. شايفين السيدة اللي أنا زرعتهم this is Alyssum flower. ديل زرعتهم قبل يومين فهسه already نبتن. So that's what I do it for. So exciting. Yay.